اذا انتيا باش تقعدي طول عمرك خايفه، نخاف نونجاجي، نخاف نغامر في هذيك الخدمه، نخاف نسيي، نخاف ولو كان نخسر، ولو كان ندير، ولو كان روحي سيي. راني خايفه، نخاف نخسر، وكي نخسر واش ندير بعد؟ واش يقولوا لي بعد؟ يضحكوا عليا الناس وبعد زلنا في الناس ندورو، زلنا غير في الغاشي الراشي ندورو. الله يسهل على كل واحد. جو بريفير نسيي ونحاول ونتعلم خير ما نعيش حياه في الركود هكا وجامده وقاعده وحاطه يدي على خدي ونحسب الفلتان وعلان ونعس في الناس وندخل في السوسيال ونشوف ناس تنجح وناس تدير ونصغر الطير وانا راني قاعد في بلاصتي. علاش؟ باسكو نخاف من وهم، نخاف من فكره حطيتها في راسي. كيفاش تفولوا للشر؟ علاه تفولوا للشر؟ انت مازال ما بديتيش تخسري، علاه ديروا لي هكا؟ ربي حنين كريم. وعمرها الخساره ما تكون خساره، باسكو الخساره تعلمك. كي طيحي تتعلمي باش ما تزيدش طيحي نفس الطيحه، نطيح طيحه واحده اخرى معليش صافي نفس الطيحه. يلا الحياه نعيشوها خطره وحده، ما تعيشيهاش من ربع يديك. تخيلي بلي تعيشي حياه كومبلي وانت ما حاولتيش، ومن بعد كي تكبري وتقولي خلاص الخطاب ومنا تولي تندمي على انك ما حاولتيش. جو بريفير نحاول ونخسر ونفشل خطره زوج وثلاثه ونتعلم من خسارتي ومن ربحي ومن فشلي وكل حاجه، خير من نقعد في بلاصتي افي. سلام غاليات، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا لاباس وتكونوا في احسن الاحوال. طمنوني عليكم حبيباتي، ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا في صحه جيده، كامل تكونوا متهنين وفرحانين يا ربي. ولا غير توحشتكم بزاف، راني مطوله عليكم الغيبه شويه، راني شويه مقصره، بصح راني مسجلت لكم واحد لي فيديو يهبلوا البنات، على بالي بلي راحين يعجبوكم. البنات اللي انضموا معنا جدد نقول لكم مرحبا بكم، نورتوني اكيد ونورتوا القناه، وان شاء الله يا ربي يكون المحتوى تاعي في حسن ظنكم، ويكون المحتوى اللي راحين تستفادوا منه. ونقول لكم بلي القناه قناتكم وانا ضيفه عندكم، ان شاء الله يا ربي توجور نكون ضيفه خفيفه ظريفه على قلوبكم. كيما راكم تشوفوا حبيباتي، اليوم طليت عليكم بهذا الفيديو، ان شاء الله يكون فيديو خفيف ظريف تاع هاد لي بوكي اللي طلبتوه مني بزاف، بعثوا لي عليه بالخاص، عيطتوا لي عليه، هاني جيتكم اليوم. تبعوا برك لا فيديو الاخر، درت لكم كلش بالتفصيل، يعني منين شريت الحوايج، كيف راحين تلصقوه، كيف راحين ديروه، وشو هما الحوايج اللي تحصلنا عليهم. هاد لي بوكي ديجا راني حطيت لكم نماذج تاع الحلويات عليه هكذا، باش الاخوات اللي ما عندهمش فيسبوك وانستغرام يقدروا يهزوا النماذج. يصلح فوق المخبز، فوق العرايش، فوق الصابلي بريستيج، يعني يخرج ما شاء الله، وراهو طوندونس بزاف ومدير حاله في الورشات. نروحوا مع بعضنا لطريقه التحضير. وهنا حبيباتي وشنو هما اللوازم اللي راح نحتاجوهم في هاد لي بوكي. اول حاجه كيما راكم تشوفوا عندي هذا السلك، راهو يجي شويه رقيق، يتباع عند اللي يبيعوا لوازم الخياطه، السعر تاعو 15000. وعندي هذا السلك اللي شويه خشين عليه، يتباع عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات. عندي اكيد البونجا، وعندي هذا العقاشه اللي هي اللي راهم يخدموا بها تاع الورشات بزاف، سميوها الكاستيل، تتباع عند اللي يبيعوا لوازم الخياطه. هنايا يعني هذه النوعيه تاعها كاستيل حر، يجي كيما الزجاجه، يعني يجي يلمع، وكل مره يمد لكم لون، يعني اكونسيل كل مره يمد لكم لون. هذه هي، هذو هما اللوازم اللي رايحين نحتاجوهم. هنا كيما راكم تشوفوا حبيباتي، اول حاجه نديرها نقطع هذاك السلك اللي قلت لكم عليه، اللي يتباع عند اللي يبيعوا دوزين تاع الكاطو، باش نحطه في الريشه. اما هذا القلب اللي بزاف الناس راهم حايرين كيفاش يتخدم وكيفاش يدير، دوك نعطيلكم كيفاه. شوفوا اول حاجه نقص السلك تاعي هذا اللي شويه خشين على الاخر، يعني القلب راح يجينا رقيق بزاف. قلت لكم خيروا نيميرو 4 راهو يتباع عند اللي يبيعوا لوازم الخياطه. اما هذا شويه خشين، يعني هذا تاع الريش، يحكم لنا الريشه. نقصهم كامل كيما راكم تشوفوا قد بعضهم بهذه الطريقه. والمليح عليكم توجدوا هذه الخدمه من قبل هكذا باش ما تكونوش شارجي بزاف. وهنا نجيو نديروا هذاك القلب تاع هذيك البوكي كيفاش يجي. اول حاجه كيما راكم تشوفوا نحكم السلك هذا، هاوليكم نيميرو 4 هكذا باش ما تغلطوش فيه. شوفوا واش رقيق، شوفوا هذا شويه خشين وهذا شويه رقيق. نقصوا بهذا الطريقه. نجيب الحبه هذه تاع الكاستيل هكذا وندور عليها بهذه الطريقه، نحكم الحبه هكذا وندور، حاجه سهله خلاص. شوفوا هنايا شويه اللي قرام تعبوني، بصح معليش راني نعتلكم هكذا. نتحصل عليها وحده كيما هكا، نزيد معكم واحده اخرى، نقصها بهذه الطريقه. هنا نتابعوا مليح هكذا باش تفهموا كلش هكذا، وندورها بهذه الطريقه
هنا هذا الكاستيل راهو يتباع بلي كولير كامل كيما تحبوا. انا هنا خيرت الاكونسيل هذا باش يجي مليح، تجي فيه هذيك اللمعه ويجي يتبدل. شوفوا هنايا كل بوكي نديروا فيه 3 نجملوهم كيما هكذا، نديروا واحده زايده على واحده اقل منها واحده شويه، وندوروا عليهم من تحت كيما هكذا، نتحصلوا على هذا القلب. هذا هو اللي راح نديروا ليه قلب فريشه. وهنا دوكا رايحين نجيبوا العجينه تاعنا اللي رايحين نطرحها بهذا الطريقه. هنا لا كامباس تاعي كيما راكم تشوفوا انا خدمتها في الدار، لونتها في الدار، درت هنايا الاخضر النعناع، زدت له نقطه من الازرق، حتى درت اخضر النعناع وكملته كامل، درت نقطه من الازرق ونقطه من الاحمر ماشي بزاف، خلطتهم تحصلت على هذا اللون. كيما راكم تشوفوا حليتها ماهيش خشينه بزاف وماهيش رقيقه كيما مالفا نقول لكم. نطبعهم كامل بهذا الطابع اللي راه يتباع سيري كامله. كيما راكم تشوفوا انا درت اللي فوق الصغير، يعني وكاين الصغير خلاص انا درت اللي فوقه. نطبعهم كامل بهذه الطريقه، نحطهم كيما هكذا تحت ساشي باش ما يشفوا معنا ما يديروا قشره. بالنسبه للاخوات اللي راهين يخدموا بعجينه السكر اللي تتباع برا، يعني تقدروا تخدموا بها عادي، برك زيدوا لها التيلوز واعطيوها وقتها باش تنشف مليح، يعني ما تخملوهاش في لي بواط ولا تحطوها في بلاصه فيها لاميديتي ومن بعد تقولوا ذبالت وطلقت روحها، لانكم ما خليتوهاش نشفت براحتها. هنا كيما شفتوني حطيت هذاك السلك درته شويه في الغراء الغذائي ونعاود نحطه في هذيك الريشه بهذه الطريقه. نجيب هذا الاداه كيما راكم تشوفوا ونحاول نحل هذيك الريشه تاعنا بهذه الطريقه. لحد الان كلش راه واضح هكذا، ما نحلهاش بزاف حتى تولي رقيقه، يعني برك ما نخليهاش على هذاك الشكل، نزيد نكبر منها برك شويه. ونجيب هذا المول هذا تاع السيليكون هذا اللي راهو يتباع عند اللي يبيعوا دوزان تاع الكاطو، ونلظها بهذه الطريقه باش نتحصل على هذوك الخطوط اللي يجيو الداخل. هنا هذا البوكي تقدروا ديروه في اي لون حبيتوا كيما تحبوا. انا اخترت هذا اللون، يعني كنت اخترناه انا والزبونه تاعي، درنا راي هكذا في الطليه وفي كلش، انا دبرت عليها، هي ثاني قالت لي عندي راي في الطليه كيما هكذا. المهم تحصلنا على هذا اللون. اما نتوما تقدروا ديروا اي لون، يعني تقدروا ديروها في اللون اللي تحبوا، والله يعني على حسب الحفله اللي عندكم. والله نزيد معكم الحبه الثانيه هكذا. بالنسبة للمبتدئات حاجة راهي سهلة خلاص، هكذا نحاول نشرشفها منا هكذا على الحواشي. اكيد في الفيديوهات الجايه ان شاء الله نشارك معكم لا كامباس، نشارك معكم الالوان، يعني ندير لكم دروس على الالوان على كامباس على كلش. هنا كيفاش راح نحطها تنشف كيما شفتوني، نعوج هذاك السلك بهذه الطريقه ونحطها في البلاطو تاع البيض ونخليها تنشف براحتها. هنا بعد ما كانت نشفت براحتها، راني نقول لكم تنشف براحتها خلاص، يعني على الاقل ليله كامله. دوك راح نجي نخدم لها هذاك القلب تاعها اللي بزاف راهو محير الاخوات كيما هكذا. يا اخي درتهم بهذه الطريقه، درتهم كامل 3، يعني كل بوكي راح يدي لكم 3. نحطه بهذه الطريقه، يعني بعد ما هذاك الريش كامل غلفت له هذاك السلك تاعو باللاصق، ما على باليش المقطع وين راح لي. دوك نجيب اللاصق تاعي ونلصق هذاك القلب بهذه الطريقه في ريشه واحده باش يبقى ديما حاكم روحه. هكذا نحاول نحلهم شويه باش يجيو هكذا يعني مفرشين، ما على باليش نورمالمون فهمتوني. نزيد معكم واحده اخرى، قلت لكم هذاك يعني هذاك القلب اللي يجي لداخل لصقوه في ريشه واحده باش من بعد نجملوا البوكي تاعنا هكذا بهذه الطريقه. هذا هو البوكي. دوك رايحين نجيو نجملوا البوكي تاعنا، نجيبوا هنايا الريشات تاعنا بعد ما كانوا نشفوا مليح، نديروا لهم هذاك اللاصق من التحت هكذا باش تجينا خدمه فينيا مليحه. هنا تقدروا ثاني ديروا 4 ريشات، يعني انا هنا الزبونه قالت لي ديري لي 3، تقدروا ديروا 4 هكذا. وندير لهم اللاصق بهذه الطريقه، نحاول نحكمهم بصباعي هكذا من تحت ونفرشهم بهذه الطريقه. حاجه سهله خلاص، راني هنايا نقول لكم تقدروا ديروا 4 تقدروا ديروا 3، واللون نتوما اللي تتحكموا فيه.
وهنا نكمل كامل الكمية اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. شوفوا هنا حبيباتي بعد ما كملتهم كامل هذوك الريشات كنت لمعتهم بالملمع الفضي هكذا باش نمد لهم هذيك اللمعة الأخيرة ونمد لهم الشكل تاعهم النهائي. هذا هو البنات اللي بوكي تاعنا خرجوا ما شاء الله. الزبونة فرحت بزاف بالشكل وعجبها بزاف الشكل. وانتم ثاني اعطوني رايكم في التعليقات، نستنى رايكم في التعليقات راني نقراهم تعليق. ان شاء الله يا ربي كان عجبكم الفيديو تاعنا اليوم، كنت اعطيتكم كامل المعلومات، وإلا نسيت اي حاجه برك زيدوا خليوا لي عليها في التعليقات اكيد راح نجاوبكم وما نبخلكم حتى بحاجه. وراني مصورت لكم بزاف تاع لي فيديو كيما اوراق الخريف، كيما الورد اللي راهو طوندونس اللي راهو بزاف مداير حاله. ان شاء الله يا ربي يقدرني ونحطهم لكم فيديو. وما تنسونيش بالبارطاج. انتظروني في الفيديوهات اللي جايه ومع السلامه حبيباتي.